تخيل كده معايا لو صحيت من النوم يوم ولقيت نفسك مش على الأرض، لأ أنت في مكان تاني خالص، في كوكب تاني. بس يا ترى هل ده ممكن فعلا؟ هل ممكن نسيب كوكب الأرض ونروح نعيش في مكان تاني؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الحقيقة الصادمة والعقبات اللي قدام البشرية، وكمان إيه اللي العلماء بيحاولوا يعملوه علشان نعيش بره الأرض. عايزك تاخد نفس عميق علشان إحنا على وشك نبدأ رحلة فضائية ومش هتصدق فيها اللي تسمعه. كلنا سمعنا عن كوكب المريخ، الكوكب الأحمر، الجار القريب من الأرض. ناس كتير بتقول إن هو الوحيد للبشرية لو حصلت كارثة على الأرض. لكن تعال نركز شوية، المريخ ده وعلى الرغم من قربه من كوكب الأرض فيه مشاكل كتيرة جدا. أول حاجة درجة الحرارة. درجة الحرارة بتوصل هناك 60 تحت الصفر، وفي بعض المناطق ممكن توصل لسالب 125 تحت الصفر. يعني لو خرجت من المركبة من غير ما ترتدي بدلة الفضاء هتتجمد في ثواني. كمان الهواء هناك فيه ثاني اكسيد الكربون كتير وما فيهوش اكسجين، فما ينفعش تتنفس هناك من غير بدلة. كمان الضغط الجوي منخفض جدا، لو خرجت من غير حماية جسمك هينفجر من جواك. والمية فيه عبارة عن جليد، وفي دلائل على وجود مية تحت الأرض، بس مش كفاية الحياة طبيعية. يعني علشان نعيش هناك لازم نعمل مستعمرات كاملة ونبني محطات تولد أكسجين ومزارع جوه قباب عملاقة. باختصار كأننا بنعيش في غواصة تحت الأرض بس موجودة في الفضاء. طيب طالما المريخ طلع وحش كده، تعالوا نروح نعيش في كوكب الزهرة. ده اقتراح حلو برضه. وهنا نقول لك لأ بقى، الزهرة ده مش كوكب، ده فرن شغال على طول. درجة الحرارة هناك بتوصل ل 460 درجة مئوية تقريبا، يعني أعلى من درجة حرارة فرن البيتزا. والضغط الجوي هناك أكتر من 90 ضعف الضغط الجوي على الأرض. يعني لو نزلت هناك هتتحول لعجينة في ثواني. والجو مليان غازات سامة زي ثاني أكسيد الكبريت، والأمطار هناك عبارة عن حامض الكبريتيك. العلماء بيقولوا إن الزهرة هو أكتر مكان في النظام الشمسي شبه الأرض، ولكن من حيث الحجم. بس الحقيقة هو أكتر مكان خطر، مش هنقول على وجه الأرض لأننا في الحقيقة خرجنا بره كوكب الأرض، ولكن في نظامنا الشمسي. حتى المركبات اللي بتتبعت هناك بتتحطم في أقل من ساعة بسبب الحرارة والضغط. وده اللي هيحصل لنا لو فكرنا نعيش على كوكب المريخ أو الزهرة اللي هم بيعتبروا أقرب كواكب لينا. وهنا يجي اقتراح، طب ما نسيب الكواكب ونعيش في الفضاء، نعمل محطات عملاقة نعيش فيها حوالين الكواكب. ومن هنا نرد عليك نقولك ده اقتراح كويس، بس ده كمان مش سهل خالص، لأن هناك هيقابلنا الإشعاعات الكونية. مفيش غلاف جوي في الفضاء يحميك زي اللي عندنا في كوكب الأرض، فأنت هناك معرض على طول لإشعاعات ممكن تعملك سرطانات وتدمر خلايا جسمك. كمان انعدام الجاذبية ممكن تبقى حاجة ممتعة في الأول، بس على المدى الطويل بتسبب هشاشة في العظام، وكمان بتعمل ضعف في العضلات ومشاكل في القلب. كمان الأكل والهواء والمية كل حاجة محتاجة تصنيع وتدوير، ولازم تبقى حريص على كل نقطة مية بتستهلكها هناك وكل لقمة بتاكلها. ولو اتكلمنا عن الوحدة والعزلة، فالحياة في الفضاء ممكن تأثر نفسيا بشكل خطير، لأنه مفيش ناس كتير حواليك، مفيش طبيعة، مفيش شمس بجد، مفيش بحر أو شجر، والبشر كائنات اجتماعية، والحياة بالطريقة دي هتبقى صعبة جدا. طيب معرفناش نعيش على المريخ ولا على الزهرة ولا حتى في الفضاء، طب هل في أمل؟ رغم كل العقبات دي العلماء ما استسلموش، بالعكس في مشاريع ضخمة بتتحضر من دلوقتي علشان نخلي كوكب تاني صالح للحياة. مشروع تيرافورمينج، وده مصطلح معناه تحويل كوكب زي المريخ علشان يبقى شبه الأرض. نرفع درجة الحرارة باستخدام مرايات عملاقة في الفضاء، ونستخدم غازات دفيئة علشان نحبس الحرارة. نحاول نزرع نباتات تنتج أكسجين، ونحفر في الجليد علشان نوفر مية. كمان في مشاريع زي مشروع إيلون ماسك واللي هو سبيس إكس، واللي بيحاول فيه ينقل أول بشر للمريخ خلال ال20 سنة الجاية، ويبني هناك مستعمرات صغيرة كبداية. وبعض العلماء بيقترحوا حلول تانية زي بناء محطات فضائية ضخمة حوالين الأرض، أو حتى السفر لنظام شمسي تاني، بس ده محتاج تقنيات لسه ما اخترعناهاش. احنا مرتبطين جدا جدا بكوكب الأرض. كوكب الأرض بيئة مصممة علشان نعيش فيها، مجرد تغيير بسيط في الأكسجين أو الحرارة ممكن يموتنا. نقدر نستكشف ونجرب، بس لحد دلوقتي الأرض هي البيت الوحيد الحقيقي لينا. والعلماء بيقولوا إن استكشاف الفضاء مش رفاهية، دي وسيلة بقاء، لأن الكوكب بتاعنا مش دايم، ولازم نكون مستعدين لأي حاجة تحصل. لو حصل انفجار شمسي أو اصطدام نيزك كبير بالأرض أو حصلت حروب نووية، وجودنا كله ممكن يختفي. وفي النهاية ممكن نقول إن العيش على كوكب تاني هو حلم، حلم مش مستحيل،
لكنه صعب جدا. بس هل ده فعلا هيحصل ولا هنفضل دايما مرتبطين بكوكبنا الجميل؟ ده سؤال مفتوح. اللي نقدر نعمله حاليا هو إننا نحافظ على الأرض، لأن لحد دلوقتي مفيش بديل. عايزك تقول لنا بقى في التعليقات، هل تتمنى تعيش على كوكب تاني ولا شايف إن الأرض تفضل أحسن مكان لينا؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.